فيلم قصير اسمه جنيه وربع. طب ليه مش ونص؟ نشوف الفيلم ده. بقول لك ايه، الفلوس اللي معانا دلوقتي ما بقاش معانا غير جنيه وربع. نعم، جنيه وربع لحد ما يجيبوش سندوتش طعميه. طب انا عامل لك ايه؟ انا قايل لك كنت تصرف الفلوس كلها، خليها دلوقتي لا لاقيين نروح ولا لاقيين ناكل. يا عم اللي حصل بقى هنعمل ايه دلوقتي يا عم الفتح؟ استنى بقى ربنا يسهلها بقى، يا اما ناخدها ماشي لحد البيت وبعد كده بقى ناكل في البيت. نعم، مش عايزنا نمشي من هنا لحد بيتنا، ده فيها 3 4 ساعات والجو حر ولع وميتين من الجوع. طب اقول لي انا اعمل لك ايه يعني دلوقتي؟ ما اعرفش بقى. استنى بقى خلينا قاعدين بقى. ماشي خلينا قاعدين. انت غبي؟ ايه اللي انت عملته ده؟ عملت ايه؟ معناش ولا مليك في جبنه وراح تدي لحته عيل متسول اخر فلوس معانا. اولا هو مش متسول، هو ما كانش النبي قال لك والنبي يا عم والنبي يا عم تجيب فلوس. ثانيا ان احنا كده كده ما كناش هنروح اصلا. يا عم بقول لك ايه، خليك قاعد زي ما انت كده، انا سايبك وماشي براحتك. الحقيقه فكره جميله يعني رساله جميله. ايه رايك في الفيلم؟ هو انا عاجبني ان هم شباب كده واخدين بالهم من المعنى عمر العميق مانجا، يعني. مصطفى النجار، والطفل محمد، انا بهنيكم. لا هم واخدين يعني بالهم من المعنى العميق بتاع حكايه الفلوس. يعني الفلوس ما هي الا وسيله، وهو في حد محتاجها اكتر منهم، هم فكروا كده. ف وربنا ما بيسكتش يعني. لا يعني هو الحقيقه فيها بذل يعني، وفيها عطاء يعني. اه يمكن انا مهتم شويه بالفيلم ده اكتر، لان الفكره اللي متقدمه فكره الايثار، لا مع ايثار يعني هم ايثار. يعني هم اثروا يعني يعني حد تاني على نفسهم، في حد محتاج اكتر حسوا منهم. بالولد وادوا له الجنيه وربع الوحيد اللي معاهم، هم مش لاقيين مواصله تروحهم، فربنا بعت لهم 10 جنيه. يعني الحقيقه فورا. فعلا فيها رساله ايثار رساله حلوه وفيها يعني. عطاء وفيها نبل. الحقيقه بهنيكم على الفكره الجنيه وربع. لو كل انسان معاه ادى انسان معهوش، حتى لو كان اللي معاه قليل، شوفوا التكافل ده ممكن يخلق ايه في المجتمع، يخلق حاله من السلام الاجتماعي. احنا محتاجين سلام اجتماعي.